السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الحلقة 21 من السيرة النبوية في عهدها المدني على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كان الحديث الأمس عن غزوة الخندق، وذكرنا سبب هذه الغزوة ومتى كانت على خلاف عند أهل العلم، والمدة أيضا التي مكث الصحابة يحفرون فيها هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه كان يشارك الصحابة في حفره. ذكرنا أمس آية في تكثير الطعام في وليمة جابر، وذكرنا أن هناك آية أخرى أثناء حفر الخندق. يقول جابر رضي الله عنه: إن يوم الخندق، كما في صحيح البخاري، يقول: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة، فقالوا يا رسول الله هذه كدية. يقول أهل العلم كيدة وكدية كلها بمعنى بتقديم بعض الحروف، مثل أيطب وأطيب، يائساء وأيساء، يأتي في اللغة أحيانا اختلاف في بعض الحروف والمعنى واحد. هذه كيدة شديدة قد عرضت لنا في الخندق، يعني صخرة كيدية أو كدية، يعني صخرة عظيمة جدا. في بعض الروايات لا تأخذ فيها الفؤوس والمعاول شيئا، يضربون ما فيه نتيجة. فجو النبي صلى الله عليه وسلم يبحثون عن حل، فقال أنا نازل، ثم قام ولاحظ حاله كيف كان: وبطنه معصوب بحجر، الله أكبر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. ولهذا جاء عند أصحاب السنن أن الصحابة قالوا: كشفنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن حجر فكشف لنا عن حجرين، يعني ربط بطنه بحجرين، هو حجر واحد، من شدة الجوع الذي كان في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هنا يقول جابر مكث 3 أيام، ربما هذه كانت قبل يعني وليمة التي كانت بالأمس رضي الله عنه. لا نذوق ذوقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا، حتى صارت كثيبا أهيل أو أهيم. أهيل كما قال تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، هذا يوم القيامة تصير مثل الرمل. أو كثيبا أهيم، الهيم هي الإبل العطاش. الراجح في الرواية والله أعلم أنها كثيبا أهيل، يعني صارت مثل الرمل. هذه في البخاري. جاء في رواية عند الإمام أحمد والنسائي، حسن الحافظ بن حجر إسنادها، آية أخرى الآن غير أن الصخرة صارت رمل، آية أخرى بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يقول الحافظ بن حجر: رواية الإمام أحمد من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الصخرة اندق ثلثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، ثم إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثها الآخر، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر. الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. والحديث كما ذكرت حسن الحافظ بن حجر في الفتح. وهذه آية عظيمة جدا، آية عظيمة. وقد ذكر الله جل وعلا ما يستنبط أنها تشير إلى هذه الآية، وهو قول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. جاء في كتب السير وإن لم تكن إسنادها بالثابت أن المنافقين كانوا يقولون: محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته. وحنا خايفين الحين من قريش في المستوى، يعني كما نقول قوة إقليمية، يعني في نفس محيط الجزيرة العربية، ليست أكبر دولتين في العالم فارس والروم بلا شك، واليمن دولة قوية جدا هي التي جاءت في غزو أبرهة. الآن محمد حنا خايفين من هالقوة الإقليمية. قريش معها لا تكافئ أبدا، لا قوة اليمن فضلا عن قوة أكبر دولتين فارس والروم في ذاك الوقت. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا واثقين بأن هذا وعد من الله جل وعلا. انظر إلى مشهد أثناء الحفر، كيف كان الصحابة مثل ما كان في بناء المسجد يرتجزون الأشعار، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم. في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم يمد صوته بآخرها كما في صحيح البخاري. والصحابة معه يرتجزون بهذه الأبيات حتى يقطع عنهم الوقت رضي الله عنهم وأرضاهم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع أصحابه على كلمة، مثل ما نقول كلمة السر، مثل ما كان في أحد أمت في غزوة الخندق كانت كلمة السر حاميم لا ينصرون. أخرج الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. لما قدم الأحزاب ورأوا الخندق، روي في السيرة أنهم قالوا: هذه مكيدة لم تعرفها العرب، فعسكروا وبدأوا يبحثون عن ثغرات الآن في هذا الخندق لعلهم يستطيعون التسلل، ما استطاعوا. روي أنه حصل بحوار من بعضهم عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وغيره خادم وليد أن يتسللوا، لكن تصدى لهم بعض الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تصدوا لهؤلاء المحاولات الفردية حتى ردوهم على أعقابهم. استمر الوضع فترة أيام، برد شديد جدا، وهؤلاء الآن القبائل اللي جاية تبي الغنيمة ما عندها استعداد تمكث فترة أطول، هي جاية تبي غنيمة يعني سريعة، الآن لا، راح أيام ولا عندهم استعداد يمكثون. فبدأت الأحزاب تفكر، وكالعادة أصحاب الدسائس والخبث والكيد وجدوا طريقة للفت في عضد المسلمين. توجه بعد اتفاق مع قادة الأحزاب، توجه حيي بن أخطب زعيم بني النضير الذين أجروا من المدينة، تسلل إلى ديار بني قريظة، وعرفها طبعا، عارف المدينة حديث عهد بها، فتسلل إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة، وأراد أن يدخل كما روي في السيرة، يعني ترى بإسناد، فرفض طبعا استقباله حتى وعده ومناه. فلما فتح له دخل قال: جئتك بعز الدهر وجئتك بكذا، وقريش وغطفان يريدون أن يستأصلوا شأفة محمد وأصحابه، يقضون عليهم قضاء مبرم، لا تفوت الفرصة. كعب بن أسد لا يريد أن يوقع نفسه، لو فشل الحصار هو الضحية سيكون هو معه، فرفض في البداية وأصر عليه وقال: هذه فرصة ربما لن تتكرر، فوافق. وكالعادة ظهر مكر وكذب اليهود في عهودهم ومواثيقهم، فنقض العهد فعلا. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم الآن أن بني قريظة قد نقض العهد، هذه مصيبة بينه وبينهم عهد. فأرسل بعض الصحابة من الأنصار حتى يستطلعوا الأمر، وقال لهم: إن كان الأمر حقا أنهم قد نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا أعرفه، عشان ما يفت في عضد المسلمين إذا جاء. فذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم لأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا قالوا: يا رسول الله، عضل والقارة، يعني أن بني قريظة قد نكثوا بوعدهم وغدروا كما غدرت عضل والقارة بأصحاب الرجيع. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم. روي عند البزار والطبراني بسناد حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاوض بني قريظة بهم ما ينقضوا العهد الآن، وضع خطير جدا. فأرسل سعد بن معاذ وسعد عبادة، أرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يشاورهم، قال: إن رأيتم نعطيهم ثلث ثمار المدينة بني قريظة وما ينقضون العهد. قالوا: يا رسول الله، هذا يعني وحي ولا رأي من عندك؟ قال: لا، رأي. قالوا: يا رسول الله، والله ما كانوا يأكلون تمرة واحدة إلا قيرا أو بيعا، يعني إلا ضيافة ولا بيع، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله ما نعطيهم إلا السيف. الله أكبر، كلمات فيها عزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شيء أصنعه يعني للمسلمين. قالوا: يا رسول الله، لا، يعني لا أبدا ما نتنزل، يعني معنى الكلام ما نعطيهم شيء أبدا إلا السيف. النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب ودعا الله جل وعلا، كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، كما في الصحيحين. عند الإمام أحمد أنه دعا أيضا قال: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. الآن وضع خطير جدا جدا، يوم نقضت بنو قريظة العهد الوضع خطير جدا جدا. وانظر إلى دقة الوصف في قول الله جل وعلا: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تأمل، بلغت القلوب الحناجر فعلا والأبصار قد زاغت، أمر خطير جدا جدا سبحان الله، لكن الله سلم. ولهذا من شدة المصيبة وهولها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن صلاة العصر، الصلاة التي قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم، نسيها في أحد الأيام،
في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب المشركين، قال والله يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. النبي صلى الله عليه وسلم انتبه الآن، قال والله ما صليتها. يقول جابر فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. انظر إلى عظم الخطر وكيف ذهل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهي قرة عين الصلاة لخطورة الأمر. طيب ليش ما صلوا صلاة الخوف؟ قال بعض العلماء أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت، وبعض العلماء يقول الظاهر أن صلاة الخوف كانت قد شرعت في الخندق. يقول الشيخ ابن سعدي الظاهر أنها كانت قد شرعت في الخندق، ولكن لشدة الأمر ذهل عنها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. الأحزاب استمروا فترة حتى رد الله كيدهم، لم ينالوا خيرا. وش اللي فتت شمل الأحزاب؟ روي في السيرة أن نعيم بن مسعود الغطفاني رجل من غطفان أحد الأحزاب أسلم وتسلل إلى معسكر المسلمين وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد يعلم به من الأحزاب. وقال يا رسول الله مرني بأمر، وش أقدر أسوي؟ قال إنما أنت رجل واحد، خذل عنا ما استطعت، وش تقدر تسوي؟ فرق بينهم تقدر. وكان رجلا نماما كما يذكر، القصة طبعا لم تثبت كما سنبين. فأتى إلى بني قريظة وقال أنتم الآن يعني إذا انسحبت قريش وغطفان والأحزاب أنتم اللي ستقعون في بين يدي محمد، أنتم اللي ستكون كبش الفداء. قالوا فعلا كلام صحيح، يعني كانوا شعروا فعلا أنهم مصيبة، وش يضمنهم؟ قال أرى أن تأخذوا من رؤوس قريش، خذوا 10 من أشراف قريش، خذوا من كبارهم، خذوا 10 خلهم رهين عندكم عشان تضمنون ما تنسحب قريش، وخذوا من الغطفان بعد وهم قبيلتي، بس أنا يعني أكون منصح لكم. فعلا وجدنا هذا رأي مناسب جدا. وفورا ذهب إلى قريش وإلى قومه غطفان وقال بلغني أن بني قريظة ندمت على نقض العهد، وإنهم قد اعتذروا محمد فلم يقبل منهم عذر إلا أن يأتوا ب10 من غطفان وقريش من رؤوسهم، تراهم بيجونكم يقولون أعطونا 10 عشان نضمنكم ما تنسحبون، وهم ما يبون كذا، بس يعطونها محمد قربانا له حتى يعفو عنهم. فعلا كذا لو ثبتت يعني عجيبة جدا. فبعد مدة جاءت يهود بني قريظة إلى قريش وقالوا احنا نخاف ان نكون نحن الضحية، نبي منكم يعني وش تبون؟ نبي منكم رهن، وش تبون؟ قالوا 10 من رجالكم. قالوا صدق نعيم، وراحوا. فرفض هؤلاء، رفضت قريش طبعا ورفضت غطفان يسلمون، فقال يهود صدق نعيم. إذا صدق، لو فعلا ما عندهم نية في الانسحاب لما عارضوا هذا الرأي. القصة هذه مشهورة لكنها لا تصح كما قال أهل العلم. قال الشيخ الألباني لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، لما قال لنعيم هالكلام يعني فرق بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. الحرب خدعة هذا ثابت في البخاري ومسلم. أما القصة برمتها أن نعيم هو اللي خذل، هذه لا تصح. الحافظ بن حجر غريب أنه ذكر في فتح الباري قال روى ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن نعيم كان رجلا نموما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن يبريه بينقل كلام إن يهود بعثت إلي إن كان يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم، فعلنا. فرجع نعيم مسرعا إلى قومه فأخبرهم، فقال والله ما كذب محمد عليهم وإنهم لأهل غدر، وكذا قال قريش، فكان ذلك سبب خذلانهم ورحيلهم. القصة هذه ذكر الحافظ حجر، وهي ليست في سيرة ابن إسحاق المطبوعة، لكن عند حل لا تصح. ولو صح هنا نقول معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخطة. إذا ما الذي شتت شمل الأحزاب؟ الذي شتت شمل الأحزاب كما ذكر الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. اثنين هي اللي شتت شمل الأحزاب، ريحا وجنودا لم تروها. الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبر، سلط الله عليهم ريح كفأت قدورهم وقلعت خيامهم كما سيأتينا. وجنودا لم تروها هي الملائكة. وسبق وذكرنا في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ذكر الجنود التي لم ترى في القرآن في 3 مواضع: في غار ثور يوم صرف عنه المشركين، وفي هذه الغزوة، وفي حنين كما سيأتينا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الله جل وعلا ألقى في قلوب هؤلاء الأحزاب الرعب وشتات الرأي وأنهم عازمون على الرحيل، لكن يريد أن يتثبت. أخرج الإمام مسلم قصة عجيبة جدا، قصة عجيبة سبحان الله.
يقول حذيفة رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. هي طبعا بليلة واحدة، لكن العرب تعبر عن الحدث الواحد بالليلة. وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم اللي هم الأحزاب 10,000 الآن، جعله الله معي يوم القيامة. انظر إلى عظم المكافأة، لكن المهمة صعبة جدا. فسكتنا فلم يجبهن أحد، ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، فسكتنا فلم يجبهن أحد. فقالها المرة الثالثة: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، ما تكلم أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. ما قال حذيفة: يا رسول الله ما لقيت لنا ورمت، لا خلاص وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قام رضي عنه، قال: اذهب فأتني بخبر القوم. ولاحظ الوصية اللي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، لا تسبب ذعر بينهم. فلما وليت من عنده، لاحظ برد شديد جدا، جعلت كأنما أمشي في حمام. وحذيفة حدث به لما فتحت الشام والعراق وعرف ما يسمى الآن بالحمام البخار، يعني دفى شديد جدا وكان برد شديد، كأنما أمشي في حمام. في بعض الروايات خارج مسلم أنه دعا له: اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله إلى آخره. فجعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. دخل سبحان الله، تسلل إلى معسكر المشركين، ظلام وعدد هائل جدا. والشاهد المشهد الآن، قال: فرأيت أبا سفيان زعيم المشركين زعيم الأحزاب كلهم يصلي ظهره بالنار من شدة الحر، من شدة البرد، يدفي ظهره. يوم شافه الآن صيده، قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه. شوف سبحان الله وش اللي صده. فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. الله أكبر، إذا أرسلت حكيما فأرسل ولا توصه. الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن اختيار فعلا. يوم يقوم تذكر يقول: ولو رميته لأصبته، يعني قدامه صيدة سهلة. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، يعني رجع لي البرد مرة ثانية لأن انتهت المهمة. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. جاء في رواية عند بعض أصحاب السير أن أبا سفيان قال للأحزاب: الآن بيلقي بيان، تفقدوا، أخشى أن يكون بينكم رجل محمد عين يمكن جاسوس الحين بينكم، كل واحد يسأل من عن يمينه وعن شماله. فبادر حذيفة قال: لمن عن يمينه: من أنت؟ قال: أنا فلان. سألني يسار: من أنت؟ قال: أنا فلان. هم لم يسأله، يوم شافوا يسألهم قالوا: أكيد هذا من الكبار. هذه ما تستبعد من ذكاء حذيفة وفطنته، لكنها لم تصح على أي حال. ولا الأحزاب والأدبار، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد. جاء في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير، الله أكبر، الفارس المغوار، أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ 3 مرات، قال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير. منقبه للزبير رضي الله عنه. لما ولى الأحزاب والأدبار أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بشارة عظيمة جدا، فيما أخرجه البخاري من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه. بالمناسبة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. يقول رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلى الأحزاب، يعني أجلهم الله، يقول: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. الله أكبر، ما أعظمهم بشارة. خلاص تحولت مزين القوة. قريش هي التي جاءت في بدر، قريش هي التي جاءت في أحد، قريش هي اللي جاءت بالأحزاب يوم الخندق. الخانة خلاص سيتحول ميزان القوة فعلا. السنة السادسة المسلمون هم الذين ذهبوا وحدث صلح الحديبية، 7 المسلمون ذهبوا وصارت عمرة القضية، 8 المسلمون ذهبوا ليقضوا على زعامة قريش. كان الحديث في الحلقة الماضية عن غزوة الخندق، وما أكرم الله جل وعلا عباده المؤمنين بفشل هؤلاء الأحزاب وعودتهم خائبين، وما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بشارة لأصحابه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، كما في البخاري. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، يعني الملائكة. فاخرج إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم
في رواية عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. واضح أن هذا طبعا الأثر بعد الظهر، بني قريظة قريبة منهم. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. الصحابة رضي الله عنهم يوم قال لهم: لا يصلي أحد العصر إلا هناك، ما قال الصحابة: يا رسول الله نحن يعني متعبون نرتاح، بني قريظة قاعدين في بيوتهم، لا ما رايحين، ما يمديهم، احنا جالس خلنا نرتاح بس كم يوم بعد هالمعاناة الشديدة من حفر الخندق والحصار. وبعدين لا، فورا لابد. فانطلقوا فورا رضي الله عنهم على ما بهم من التعب والمشقة والجهد. وسيأتينا التعليق إن شاء الله على هذا الأمر، اختلف الصحابة في الفوائد. ابن حزم رحمه الله تعالى المشهور بظاهريته ماذا يقول: وعلم الله أن لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في بني القريظة ولا بعد أيام. يقول: ما نصلي بعد أيام، مو غروب الشمس بس، ما نصلي بعد أيام، ما نصلي ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء. علق ابن كثير رحمه الله تعالى لما نقل هذا عن ابن حزم قال: وهذا القول منه ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. ابن حزم يعني على مش من عباقرة العلماء، من أذكياء العلماء، لكن سبحان الله هو يعني أقوال شاذة وغريبة، مثل ما نقول بالعامية له طلعات على طلعات، يعني سبحان الله غريبة جدا على ذكائه. طبعا عنده يعني في العقيدة عفى الله عنه. الحاصل وصل الصحابة إلى هناك. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أي الفرقتين؟ هذا السؤال كان قد وجه لي عدة مرات حقا من سنوات. هل كان مع الطائفة اللي صلت في الطريق ولا اللي صلت يوم وصلت؟ ما ذكر. نقول قطعا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم لما كان هناك خلاف أصلا، هذا شيء بدهي يعني واضح. إذن إما أن يكون قد سبقهم صلى الله عليه وسلم سرعة مبادرته للامتثال للأمر الرباني اللي جاء من جبريل، وإما أن يكون قد لحقهم، والظاهر عندي أنه قد سبق لمبادرته صلى الله عليه وسلم في الاستجابة لأمر الله جل وعلا، فورا بادر إلى هناك فلحق به الصحابة رضي الله عنهم فيما بعد. الشاهد نزل هؤلاء الآن لابد حوصر بن قريظة. الآن الجرم الذي ارتكبوه خيانة عظمى بالمصطلح الحديث، ليست ما فعله بنو قينقاع ولا بن نظير. الآن هذا كادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين كامل، فالعقاب عظيم جدا وجماعي لابد أن يكون. حوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ كما في صحيح البخاري. لماذا سعد بن معاذ؟ جاء في السيرة أنهم اختاروا سعد بن معاذ يريدون أن يحكموا فيهم، لأن سعدا كان حلفا لهم بالجاهلية، فظنوا أنه سيكون مراعيا لهم، يعني بتلطف معهم، مو بناسين الصحبة اللي بينهم قبل. هذا في السيرة في صحيح البخاري ما فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى سعد بن معاذ. ولو يستبعد هذا أنهم فعلا قد اختاروه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أي أحد من أصحابه سيحكم فيهم بالحكم الذي حكم فيه سعد بن معاذ. سعد كان مصاب رضي الله عنه، سعد بن معاذ كان قد أصيب في أكحله رضي الله عنه بسهم، وسيأتينا هذا. فجيء به رضي الله عنه محمولا على حمار، فلما دان من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كما صحيح البخاري: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. وهذه مسألة استدل فيها يعني يأتينا إن شاء الله في الفوائد جواز القيام القادم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قريظة قد نزلوا على حكمك. وش الحكم؟ فحكم فيهم رضي الله عنه قال: أحكم فيهم بقتل المقاتلة يعني الرجال، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. الله أكبر، ما أعظم هذا الحكم الذي وافق حكم الله جل وعلا. كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، في بعض الروايات لقد حكمت فيهم بحكم الله. جاء في السيرة أن سعد معاذ قبل أن يحكم قال لبني قريظة: تقبلون بحكمي؟ قالوا: نعم، هم متوقعين أنه بيراعيهم. وأشار إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إجلالا له، وقال: من ها هنا؟ لأنه مسألة قضاء، ما قال يا رسول الله تقبل، لا، الآن كأنه قاضي. من ها هنا يقبل بحكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذه في السيرة لكن لم تثبت. المهم حكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. الذرية يعني من دون البلوغ. طيب من كان يشك فيه منها يعني الفتية الغلمان، هل هو بالغ ولا لا؟ حسس يقتل ولا يسبى؟ مسألة خطيرة جدا، فكان لابد من الكشف عليهم، لابد يكشف ينظر هل هو قد أنبت أم لا، لأن إذا كان قد أنبت فهذا قد بلغ، وهذا أمر خطير، لأنه إذا كان يفعل بهذا في أمور تكشف العورة، في أمور يعني ربما حاجية، فما بالك بمسألة قتل أو حياة. فكان ممن لم ينبت كعب القرظي من بني قريظة، يعني سبحان الله لم يكن ممن أنبت، سبحان الله، وأنجب فيما بعد ابن محمد الذي صار من كبار علماء التابعين، محمد بن كعب القرظي من كبار علماء المسلمين في التفسير،
يعني كان أجدادهم بني قريظة، تابعي جليل رضي الله رحمه الله. الكشف عليهم من بات هذا رواه الحاكم وإسناد صحيح، وصح الذهبي وصح الحافظ بن حجر في الإصابة. كم عدد هؤلاء؟ حفرت حفر في المدينة، خنادق، فيؤتى بهم مجموعات وتضرب أعناقهم. قيل كانوا بين 700 و800، وقيل كانوا بين 600 و700 عدد هؤلاء الذين قتلوا. وأكثر روايات صحة أنهم كانوا نحو 400. صحح هذا الإمام الذهبي في المغازي، والحافظ بن حجر في الفتح، والألباني في إرواء الغليل، وغيرهم من أهل العلم. وممن لم ينبت أيضا عطية القرظي، وصار فيما بعد من الصحابة رضي الله عنه. هناك سبحان الله بعض يهود بني قريظة أسلموا، ولاحظ هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم أكثر من حرص على سفك دمائهم، مع ارتكاب من هالجناية العظيمة جدا، ومع ذلك أتاح لمن يسلم منهم أن يعصم دمه وماله، خلاص مسلم مثل المسلمين مع ارتكاب من هالجناية. ولكن سبحان الله ما أسلم منهم إلا نفر قليل. وقصة بعض من أسلم منهم عجيبة جدا. أخرج ابن إسحاق بإسناد قال الألباني إنه صحيح، يقول أحدهم: هل تدري عما كان إسلام؟ يقول 3 من يهود بني قريظة أسلموا. ليش؟ اسمهم ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعيد، وأسد بن عبيد، من بني قريظة. ليش أسلم هؤلاء؟ ذكر سبب إسلامهم. يقول: قدم إلينا من الشام رجل قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، طبعا قدم رجل من الشام يقال له ابن الهيبان. هذا كان في الصلاح، يصفونه يقول كان في الصلاح، يقول ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج بنا يا ابن الهيبان، فاستسقى لنا. فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة. يقوله اللي عنده يهود بن قريظة. فنقول: كم؟ فيقول: صاع من تمر أو مدين من شعير. فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقي لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا 3. لما حضرت الوفاة عرف أنه ميت، قال: يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، يعني بلاد الشام، إلى أرض البؤس والجوع اللي هي يثرب. قلنا: أنت أعلم. قال: إني قد قدمت إلى هذا البلد وأترقب خروج نبي قد أضل زمانه هذه البلدة مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، قد أضلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي عاهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا: ليس به. قال: بلى. قالوا: بلى والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. الله أكبر. هذا من عدل، يعني مع ما ارتكبوا من الجناية. والحديث كما ذكرت أخرج ابن إسحاق وصحح الشيخ الألباني في السيرة. لم يقتل من النساء من بني قريظة إلا امرأة واحدة فقط. ما هي جناية هذه المرأة؟ أنها قتلت رجلا من المسلمين، ألقت عليه حجر الرحى، خلاد بن سويد رضي الله عنه، فمات. سبحان الله، قصتها عجيبة. يعني مثل يعني هذا خبرها. تقول عائشة فيما أخرج الإمام أحمد وأبو داود، قال الشيخ مقبل الوادعي بسند حسن، تقول: هذه المرأة كانت عندي، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، مرة يعني قاعدة نسولف تضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق إذ هاتف هاتفهم باسمها: أين فلانة؟ ينادونها. قالت: أنا. عائشة استغربت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثته. قالت عائشة: فانطلق بها فضرب عنقها. قالت: فما أنسى عجبا منها، إنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل. سبحان الله، أمر غريب. الذي حكم فيه هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان قد أصيب في أكحله رضي الله عنه، وكان قد دعا دعوة كما في صحيح البخاري. قال رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهده فيك من قوم كذبوا رسولك، يعني قريش، وأخرجوه. اللهم إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وهذا من بعد نظره رضي الله عنه. فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم في المسجد، وفي المسجد خيمة بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ سعد كان موضوع الخيمة يعالج فيها رضي الله عنه. فإذا سعد يغدو جرحه
جرحه دما فمات منها رضي الله عنه، أخرج البخاري كما سبق. سبحان الله، حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. تقول عائشة فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، تقول: فحضره أي سعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. قال علقمة الراوي عنها: فقلت يا أمه، إنها أم المؤمنين، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، وهذا حسب علمه رضي الله عنه، ولا فقد دمت عينه كما جاء في بعض الحديث، ولكنه كان إذا وجد، يعني إذا حزن، فإنما هو آخذ بلحيته. قال ابن كثير بعد أن أورده: وهذا حديث إسناده جيد. وصح أيضا الشيخ بن باز. سعد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. جاء عند الترمذي أنه لما حملت جنازته قال المنافقون: ما خف جنازته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. وقال ابن كثير بعد أن أورده في البداية قال: وهذا إسناد جيد. بل روي في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. أخرجه ابن سعد بسند لا بأس به. انتهت غزوة بني قريظة. هؤلاء الطواغيت الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحلك الظروف، ولهذا كان جبريل عليه السلام متغيظا عليهم، فهو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد وضعت السلاح. ولهذا سار في أول الغزوة كما في البخاري من حديث أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، يعني مرتفعا، في زقاق بني غنم. الزقاق الطريق الضيقة تستعمل في الحجاز إلى الآن من العامي الفصيح، تجمع الأزقة. كأني أنظر الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، موكب أو موكبة أو موكبي كل صحيحة بموكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. ولهذا لما حاصرهم كما في صحيح البخاري أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك. انتهت هذه الغزوة. يأتي إن شاء الله الحديث عن بعض ما شاع والمثبت في الخندق وبين قريظة، وأيضا بعض العبر والدروس من هاتين الغزوتين.